وبعدين المشكله بقى ان انا اجي رابع من كاس عالم بعد مستوى ونتائج مش قد كده، واجي اقنع نفسي ان انا افضل فريق في العالم. فانت برضو بتغمض، انت وجماهيرك واعلامك عن المستوى اللي انت واقف عنده. يعني بتيجي انت كل قضيتك انك تيجي تحفل على الناس وتتكلم على انك انت بطل العالم، وبتقارن نفسك بريال مدريد وبرشلونة. امال مش احسن منهم ازاي؟ انت احسن منهم. فلذلك محدش بيواجهك باخطائك. المدرب من وجهة نظري بتاع الاهلي شكرا ادى كل اللي عليه، بس الفترة اللي جاية اتصور انها محتاجة حد غير كولر. خلاص كولر بقى كارت محروق، كولر بقى اي اختبار قوي بيسقط فيه. يعني فكر في انك انت تدي فرص تانية، طبعا مش دلوقتي، انت عندك كمان في الدوري، انما لو تعثرت الامور زي ما حصل مع الزمالك واي نوت غير. لازم اداره الاهلي تبحث المشاركه دي، بل ان انا بتكلم بعد الخروج، انا اعتبره خروج من البطوله، لان المركز ثالث ورابع عادي. عادي ان الاهلي يبقى الثالث، وعادي ان الاهلي يبقى الرابع. لكن اللي ما كانش عادي الاهلي يوصل النهائي ويروح للمباراه النهائيه. ده بقى اللي كنا هنروح نقابل الناس، جماهير النادي الاهلي تروح تقابل الناس في مطار القاهره. وانا كنت هعمل لكم لايف وبارك لكم واقول الاهلي حاجه عظيمه وحاجه كبيره، انما اللي حاصل النهارده لا عادي. بالعكس، انت ما احسنتش تمثيل الكره الافريقيه. انت يعني ما رحتش في مكانه ابعد من اللي كان منتظرها اي افريقي مش اي مصري. والكلام ده له علاقه باهلي ولا بزمالك؟ الزمالك بره، وسيبوا الزمالك في حاله. الزمالك فريق للاسف الشديد ضل الطريق. الزمالك دلوقتي بعيد، الزمالك محتاج 5 6 سنين عشان يرجع تاني. عايز اعاده بناء، عايز عداله شويه، عايز فلوس، عايز ناس تشتغل له. لسه مجلس الإدارة الحالي لسه منتظرين منه الكتير. فريق كرة القدم احنا شفنا تم تفكيكه، تم تهجير لاعبيه الكبار ونجومه اللي كانوا موجودين. فبالتالي تحول لفريق عادي. الفكرة كده مش أهلي وزمالك اللي كان مشارك النهاردة في كأس العالم، وفريق النادي الأهلي اللي كان بيمثل مش بس مصر، كان بيمثل الكرة الأفريقية كلها عموما. زي ما قلت في البداية، المركز الثالث خير من المركز الرابع. وطبعا المساله رد الفوز على اهلي على الاتحاد السعودي، اتحاد جده السعودي. تقريبا الاستديوهات التحليليه عملت افراح وليالي ملاح وكان لحد الهزيمه الاخيره كانت الناس لسه قاعده في الاستوديو مطبقه من بالليل للصبح في انتظار ان الاهلي يلعب ويكسب تاني ويروح النهائي. وزي ما قلت قبل كده ما حدش كلف خاطره حتى ويقول للاهلي انت المشكله عندك فين. خد بالك فنيا الفريق البرازيلي عامل ازاي. الاهلي ما خدش باله من الفريق البرازيلي. الاهلي ما ذاكرش فريق فلومينينزي البرازيلي، ما تصورش انه اتفرج على ماتشات ليه. لانه الناس كانت بتتكلم بعد الفوز على اهلي جده انه الاهلي خلاص واصل النهائي، وانه بدا الناس تبارك لبعض وبدا ضرب النار وبدا. يا جماعه مش كده، كره القدم مش كده، بتختلف وبتتغير. احنا بنلعب كره عقيمه، كره يعني احنا لما بنيجي على مستوى الدوري المصري ما عندناش غير الاهلي. الدعم كله للنادي الاهلي، المؤازره الاعلاميه كلها للنادي الاهلي، الاعلانات كلها للنادي الاهلي، الرعايه كلها للنادي الاهلي، البطولات للنادي الاهلي. فلما النادي الاهلي بيتاهل وبيلعب مستويات اعلى، حد يقول لي بس هو اللي مشرفنا، هو اللي بقى. طب هو مشرفنا عمل ايه يعني؟ انا طبعا انا ما بقولش ان الاهلي ما لعبش، وان الاهلي راح مثلا شال 6 وشال 5 وشال زي ما كان بيحصل في النسخ الاولى والثانيه والثالثه. لا، هو طلع بنتائج معقوله جدا وخسائر انا شايف انها معقوله. انك تحقق انتصار الاول على فريق اتحاد جده بين جماهيره، حتى ولو كان اتحاد جده مش هو بطل اسيا، ماشي مقبول جدا. كونك تخسر امام فريق البرازيلي باتنين وانت ما تعرفش هذا الفريق، وهما بيلعبوا كرة حلوه وعلى الارض وسريعه ومهارات وامكانيات عاليه، مقبول جدا. مقبول جدا. لما نيجي نقيسها مثلا بخساره قبل كده من صن داونز الجنوب افريقي ب5، فانا بقول انها خساره مقبوله جدا. لكن لما الاهلي بيخرج من حدود البطولات بتاعتنا، ولما بيروح لتحكيم عادل، ولما بيروح لبطولات منظمه، بيلاقي صعوبه كبيره جدا. النهارده انا زعلان وانا بطلع بشوف الاقي بعض المحللين الاهلاويه طبعا في المقام الاول شانين هجوم عنيف جدا على حكم المباراه على انه الاهلي كان له ضربه جزاء. اطلاقا انا مش شايف الاهلي كان له ضربه جزاء. واذا كنت انت بتدور على ضربه جزاء يبقى انت راجل مش بت بت بتعمل ايه؟ انت بتاذي الاهلي، انت مش بتخدم النادي الاهلي. انت عشان تخدم الاهلي يكشف سلبياته. احنا لما بنيجي نتكلم عن الزمالك في مباريات الزمالك سواء في البطوله الافريقيه او البطوله المصريه، كل النقاد واكثرهم الزملكاويه بينزلوا تقطيع في الزمالك، وهاتك يا كشف سلبيات، وهاتك يا اللي بيعمل كده من وجهه نظري بيحب ناديه، ما هوش تقطيع. انما ان انا اطبل لك وانت خسران، اطبل لك وانت سيء، اطبل لك وانت ناقص عندك كتير، لا يبقى انا مش منطقي.
فكان في لا منطق عند عدد كبير من المحللين اللي كنت بشوفهم وانا زعلان، كله سايب المباراه وسايب الفوارق اللي حصلت في الشوط الثاني البدنيه والفنيه، وسايب طريقه اللعب الانهيار اللي حصل من المدرب والتاخير في التبديلات اثناء المباراه، وماسك في انه الحكم ما احتسبش ضربه جزاء. طب يا سيدي ضربه جزاء و2-1 للنادي البرازيلي، ايه يعني ايه تاني؟ مفيش. فالمسألة احنا عايزين ناخد منها دروس. اذا كنت عايز تطور وتحسب، النادي الاهلي عنده المشاركة في البطولة اللي جاية، اشتغل من دلوقتي على كأس العالم، اشتغل، ادرس الفرق، اتفرج، اتعلم، مدربك يروح يتفرج على ماتشات، يجيب ماتشات. انما فكرة ان انا اروح ويلا هلا هوب على نظام، أصل دي مش بطولة الكونفدرالية ولا دوري الابطال، يعني هتلاقي الناس عارفة قدر وقيمة وقامة فريق كبير زي النادي الاهلي عندنا، لكن لا، انت بتقابل مستويات اكبر منك 20 مرة. كانت تسعى للنادي الاهلي، المشاركه التاسعه للنادي الاهلي، وبالرغم من كده الاهلي طلع ثالث يمكن مرتين ولا ثلاثه، وما صعدش نهائي للمباراه النهائيه، يعني لا خد البطل ولا الوصيف. طب هو كان في الامكان؟ طبعا كان في الامكان، وفي اي نسخه كان ممكن الاهلي يبقى في النهائي ويلعب على البطل او الوصيف، لكن ما حدث، انه الاهلي دايما يا ثالث يا رابع، يا اما كان بيبقى خامس وسادس كمان في نسخ سابقه، على الرغم من انه عندنا 4 فرق عربيه وافريقيه فازت بالوصافه او حصلت على الوصافه او جت في المركز الثاني، يعني اتاهلوا للمباراه النهائيه. فما كانتش اعجاز ولا حاجه لو كان الاهلي تاهل، بالعكس ده الاهلي تاخر جدا جدا جدا. لما نشوف مازيمبي في اول بطوله مع مازيمبي، او اول مشاركه لمازيمبي في بطوله كاس العالم 2010، خد المركز الثاني وكان وصيف. الرجاء المغربي في 13 خد المركز الثاني وكان وصيف. عندنا كمان الهلال السعودي كان وصيف. عندنا العين الاماراتي كان وصيف، يعني العين الاماراتي ومازيمبي وباقي الفرق اللي وصلت للنهائي حققت انجاز ما حققوش النادي الاهلي. في ايه؟ في 9 نسخ للنادي الاهلي في البطوله، يعني فرص ما خدهاش فريق في العالم. يعني ما فيش فريق في العالم كان عنده 9 نسخ او 9 مشاركات او 9 بطولات، ومع ذلك فشل انه يوصل للمباراه النهائيه. خلينا نتكلم، لو قلنا ان الاهلي وصل خد المركز الثالث، فهو بكده على الاقل بيحافظ على ترتيب افريقيا في البطوله، ترتيب بطوله قوه دوري الابطال الافريقي في البطوله، لان البطوله احنا عارفين دايما بيبقى بطل اوروبا المرشح الاول، وهي البطوله الاقوى، ثم امريكا الجنوبيه، والعقل قال انه الاثنين وصلوا النهائي، فلومينيزي ومانشستر سيتي، وبالتالي الاهلي داخل وبطل اسيا، وبرضه يعني تركيبه كده منطقيه وفق النتائج ووفق حتى الترتيب اللي عامله الاتحاد الدولي لقوه البطولات القاريه، مش انا اللي بقول، ده ترتيبه جوه الاتحاد الدولي. يعني النهارده ما فيش مفاجآت، كانت المفاجأة تحصل امتى؟ لو طلع اوراوا على حساب مانشستر سيتي، او لو طلع الاهلي على حساب فلومينينزي البرازيلي، لكن ما فيش مفاجآت، بطولة بلا مفاجآت. ده يخليني ارجع تاني واقول بقى انه المستوى اللي ظهر بيه النهارده النادي الانجليزي بقياده تحت قياده بيب جوارديولا، بالرغم من انه حقق ثلاث اهداف النهارده، فاز بالثلاثه، الا انه كان بيلعب بسكواد مش الاساسي، اشرك عدد من اللاعبين الشباب، الناس اللي بتدور على فرصه في غياب طبعا ال الاساسيين اللي بيجهزهم. فده يخلينا نقول انه المواجهه مع الاهلي كانت هتبقى صعبه جدا. الناس اللي زعلانه ان الاهلي ما وصلش، تعالوا نتصارح، وتعالوا نقول ايه اللي ناقص كرة القدم المصرية، وتعالوا نقول ايه اللي بينقصنا علشان نوصل النهائي. طب ولو وصلنا برضو بعشوائية، هنوصل بشكل عشوائي، يلا مرة ونوصل النهائي وبعدين نروح طالعين بنتيجة كبيرة؟ لا، كرة القدم محتاجة إعادة صياغة من أول وجديد في كرة القدم المصرية. النهاردة ما يحدث بجد بيكشف قد إيه إحنا بعيد قوي عن المستوى العالمي، بيأكد ان كرة القدم المصرية ما زالت محتاجة شغل كتير. شفنا التحركات والسرعات والتوزيع في الملعب من غير كورة والسهولة والوان تاتش والسندة ولعبة والهجمات السريعة من على الجنبين وتألق حراس مرمى. حارس مرمى اليابان النهارده لو مش موجود كانت المباراة خلصت 12 مثلا. بنشوف كل الناس بتتحرك بديناميكية مع بعض وبيرجعوا مع بعض، كثافة في الهجوم وكثافة في الدفاع، حاجة كده عظمة. يعني النهارده كانت حاجه عظمه لدرجه ان الفريق الياباني
اللي مشهور عنه انه عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، بدا ينهك في الاخر، على الرغم من ان مانشستر سيتي كان بيلعب على الواقف، بطل اوروبا وبطل انجلترا كان بيلعب على الواقف، الا انه كان عنده غزو غير طبيعي خصوصا في الشوط الثاني، كان يقدر يسجل اكتر من هدف، اكتر من هدفين، اكتر من ثلاثه، ده غير الاهداف اللي الثلاثه اتسجلت. فانا يمكن انا مش عايز اوصل مره لمباراه نهائيه اي فريق افريقي او مصري عموما او عربي، مش بس انا مش بخص النادي الاهلي، لكن دايما بنتكلم على الاهلي ان الاهلي خلاص بقى هو الضيف الدائم على البطوله، هو واوكلاند سيتي اللي خسر امام الاتحاد السعودي في المباراه الاولى. برضه اوكلاند سيتي ده فريق لا يليق ببطوله كأس العالم، اللي اتصور ان الحسابات هتختلف من عند النسخه بتاع 25 اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. هتشوف فرق بجد، هتشوف مستويات بجد، هتشوف بطوله ما فيهاش ظلم، ما فيش حاجه اسمها بطل اوروبا يجي من الطياره ينزل يلعب نص النهائي وبعدين يتاهل للنهائي مباشره لانه جاي عنده اريحيه واخد نفس. لكن الفرق هنا بتلعب من الدور الاول او من دور ربع النهائي، لا كله المفروض يلعب من دور اول. زياده الفرق ال 32 في النسخه الجايه هتعملها نسخه من بطوله كاس العالم للمنتخبات، فبالتالي هيكون في حظوظ متساويه. اما في النظام الحالي الاهلي كان هيتظلم جدا 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 لو تاهل لمواجهه مانشستر سيتي. الاهلي كان ممكن يشيل، الاهلي كان ممكن يبقى عنده مشكله كبيره ويرجع من هناك بمعونات محطمه. عشان كده هرجع تاني واقول التوزيعه اللي تمت مباراه النهائي مانشستر سيتي وفلومينيزي البرازيلي توليفه منطقيه. اللي حصل في الثالث والرابع بين الاهلي المباراه القادمه واوراوا الياباني برضو توليفه منطقيه وفق حتى التوصيف والتوظيف اللي بيعمله الاتحاد الدولي للبطولات، دوري الابطال على مستوى القارات. هم كده اول وثاني، اوروبا وامريكا الجنوبيه متصفين اول وثاني اصلا في الاتحاد الدولي، وافريقيا الثالث واسيا الرابع. اذا احنا امام فرصه امام النادي الاهلي انه على الاقل يعود بالمركز الثالث، لكن ده مضمون اطلاقا؟ مش مضمون. الفريق الياباني النهارده برغم فارق السرعات والمهارات بينه وبين مانشستر، لكن فريق قوي عنده سرعات، لعب للنهايه وكان عايز يسجل ويحسن النتيجه لحد الرمق الاخير. عنصر اللياقه البدنيه ممكن يلعب في صالحه امام النادي الاهلي. احنا شفنا الاهلي في المباراه الاخيره كان دون المستوى البدني المطلوب، كان بعيد، ويمكن ده اثر على تركيزه في الشوط الثاني وساب مساحه كبيره للفريق البرازيلي انه يسيطر ويتمكن ويسجل ويخطف المباراه. فالحقيقه يعني النهارده برضو بعد ما شفنا مانشستر بهذا المستوى، كويس ان النادي الاهلي ما كملش النهائي، والا كان ساب جرح كبير جدا لكره القدم المصريه والاهلاويه. يعني احنا مجرد